أسأل الله أن يحرم هذا الوجوه على النار، وأن يسعدكم سعادة لا تشقون من بعدها أبدا، وأن يدفع عني وعنكم الإفلاس في القول والعمل. اللهم يا حي يا قيوم اغفر زلاتنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا وأيد بيناتنا، ونسألك باسمك الأعظم أن تجعل ما نخشاه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الأعظم لمن حضر ولمن قال آمين أن تقيل عثرته، وأن تغفر زلته، وأن تجيب دعوته، وأن تسعدهم سعادة لا يشقون من بعدها. اللهم من رفع يديه إليك في يوم من الأيام وسألك يا ربي إن كان مريضا فاشفه، وإن كان مديونا فاقض دينه، اللهم من قال آمين أسألك ألا ترد له دعوة، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تدفع عن هذه الوجوه يا رب العالمين انتقامك وعذابك يا رب العالمين. اللهم أسألك يا ربي برحمتك التي وسعت كل شيء علما أن توفق شبابنا في هذه الأيام في الامتحانات وفتياتنا، اللهم افتح لهم فتحا مبين. اللهم يا معلم إبراهيم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم من كان من الحاضرين عاطلا فيسر أمره وفرج همه وارزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أسألك باسمك الأعظم لمن كان طريحا في المستشفيات وفي البيوت من المرضى أن تجمع لهم بين الأجر والعافية. اللهم أريهم بركة هذه الدعوة. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أسألك وأن تجعل هذه الدعوة خالصة لوجهك، أن تأخذ بأيدينا وعلماءنا وولاة أمرنا إلى البر والتقوى.